مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في قصة جديدة وقضية جديدة. قبل ما نبداو في القضية تاع نهار اليوم حبيت نفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس هكا باش كامل لي زيستوار يجيكم حتى لباب الدار. بلا ما نطول في الهضرة نبداو في القضية تاع نهار اليوم. الحكايه تاع اليوم حكايه اللي طلبتوها لنا بزاف في هذه القناه، وطبعا احنا ما عرفناش رايحين ما نلبيوش الطلبات تاعكم اوامر. اليوم ليستوار حتكون قصه مروه بوغاشيش. وشكون ما عرفش مروه بوغاشيش؟ مروه قضيه اللي قلبت الجزائر. قصة مروة بوغاشيش تاع قسنطينة، وشكون ما سمعش بها ولا ما بكاش عليها. حكايات بزاف خرجوا وروايات وكل واحد واش قال فيهم، وانا اليوم جيت باش نحكي لكم القصة الحقيقية تاع مروة بوغاشيش من الاول حتى الاخير وبجميع التفاصيل تاعها. وانتم ما عليكم غير تشاركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. حكايتنا اليوم حتدينا لقسنطينة، وتحديدا في حي زيادية، وهو حي معروف بزاف في قسنطينة وجاي قريب من الولاية. في عام 2012 كانت كاينه واحد العائله تتكون من اب اللي اسمه بوغاشيش عمار، اللي كان استاذ في اللغه الانجليزيه في السوام، والام كانت ماكته في البيت، يعني كانت قاعده في الدار. العائله كانت قد حالها، ويعني خاطيهم مشاكل، والناس والجيران كامل كانوا يشهدوا لهم باللي ناس تاع خير. في هذاك العام تاع 2012 زادت عندهم بنوته واللي في اسمها مروه بوغاشيش. والديها كانوا بزاف فرحانين بها، كانوا فرحانين كي جات الطفله اللي تنور العائله. مروه كي كانت صغيره كانت تبان طفله بزاف انتيليجونت، متفوقه وتعرف تقرا، وما شاء الله عليها كانت مربيه بزاف وتاخذ راي والديها، وحتى في الزين كانت شويبه الله يبارك. مروه دخلت تقرا في الابتدائي ومن بعدها نجحت وطلعت السام، وكيف كيف السام في العام تاعها الاول والثاني والثالث كامل نجحت فيهم. وفي العام الرابع صارت الكارثه اللي حتى واحد ما كان متوقعها ولا كان يتسنى فيها. وهنا بالضبط وين راح تبدا الحكايه تاعنا. مروه كانت تقرا في السنه الرابعه متوسط، وكانت تفوت في الامتحانات تاع الفصل الثالث لسنه 2024 2025. وكيما على بالكم الاسبوع الاخراني تاع الامتحانات يكون فيه ضغط كبير، خوف كبير من جهه التلاميذ، وخاصه الناس تاع البي ام تلقاهم يتسنوا غير في النهار الاخر هكذا باش يريحوا ويتهناو. وهذا الضغط هذا ما كانش غير للتلاميذ، كان ما مع الاساتذه وكان ما مع الاولياء. وهذا الضغط هذا كان تاني على مروه. كانت مروه تفوت كامل الامتحانات تاعها هذيك السمانه، والحق نهار الخميس اللي كان عندها فيه غير امتحان واحد تفوتوا الصباح وتخرج. وهذاك النهار كانت اخر نهار تاع امتحانات ما عندها مور هذا الامتحان تدي العطله ديالها، وكان بالضبط نهار الخميس 22 ماي 2025. ناضت مروه صباح ربي كي العاده جويه 7 تاع الصباح، غسلت وجهها، صلت الصبح، شربت قهوه، من بعدها راحت عند يماها طلبت باش تمد لها شويه دراهم هكذا باش تشري كاش حاجه كي تخرج من الامتحان تاكلها في طريقها. وفعلا الام هذاك واش دارت، عطات لها مكتوب ربي ودعتها وخلتها تروح القرايه. السهام اللي كانت تقرا فيه مروه ما كانش بعيد على الدار بزاف. المهم مروه كي دخلت القرايه تلاقات مع صحاباتها، ومن بعدها فوتت الامتحان وخرجت نورمال. بعدها وبالتحديد على الساعه 10 تاع الصباح كانت كملت الامتحان وخرجت مع صحاباتها. وهنا بالضبط وين حكمتها كاميرات المراقبه خارجه مع صحاباتها. في هذاك الوقت هي وصحاباتها تفاهموا باش العشيه كي يكملوا الامتحان يدخلوا للدار ومن بعد يتلاقاو. من بعدها مروه بقاتهم على خير وراحت وحدها في هذيك الطريق تاع دارهم، وصحابتها حكموا طريق واحده اخرى وراحوا تاني هما لديورهم. لحد الساعه كلش كان طبيعي، يعني روتين عادي. الطفله تقرا في السؤال، راحت قرات وعاودت ولات للدار. ام مروه كانت في الدار وعلى بالها على قداش تكمل بنتها الامتحان وعلى قداش تدخل للدار، وبقات تسنى فيها وقتاش ترجع. صح هنا مروه فات عليها بزاف الحال وما ولاتش للدار. سنت يماها 10 دقائق، ربع ساعه، 20 دقيقه، 30 دقيقه، والو مازال ما لحقتش. تخيلوا معايا من 11 حتى 12 الوحده والو، ومروه ما كانش ها خلاص. وهنا يماها تقلقت بزاف، خصوصا انها كانت عارفه باللي هذاك النهار عندها غير امتحان، يعني كان من المفروض انه تدخل الدار بكري ماشي كيما الايامات العاديين. وهنا يماها قاعده تقول علاش طولت، علاش ما جاتش، واش كاين، ياك ما عندها حاجه، ياك ما حك معاكش واحد، ياك ما شدت روحها مع صحاباتها. المهم هذاك الوقت باباها رجع من الخدمه، قالت له مرتو بلي مروه مازال ما دخلتش للدار، وشاف مرتو بلي بزاف مقلقه وخايفه. من هذاك الكلام اللي قالته مرتو باباها قدام الباب
باباها رفض روحه هو وياها وراحوا ديريكتومون للمؤسسه اللي تقرا فيها، يعني السام اللي كانت تقرا فيه. بداو يسقسوا ويحقوا مع الاساتذه مع المدير مع كامل اللي كانوا تما، وكانوا ياكدوا لهم باللي فعلا مروه جات هذاك النهار قرات دارت الامتحان وخرجت مع صحاباتها. وين راحت ولا شكون داها الله اعلم. قالوا لهم بلي حنايا عندنا كاميرات المراقبه وهذا واش نقدروا نقولوا لكم، شفنا كاميرات المراقبه بلي خرجت هي وصحاباتها وتما حبست الهضره. الاب عمار ويماها كانوا يعرفوا صحاباتها اللي موالفه تقرا معاهم وتريح معاهم وتولي معاهم للدار، وكانوا واحد 3 بنات هكذاك عمرهم بين 12 سنه و14 سنه. عمار كان متاكد بلي بنته تكون شافتهم ولا تلاقات بهم. دار الاب عمار راح ليهم حتى للدار ودقدق عليهم في ديورهم وسقساهم على مروه بنته، سقساهم اذا شفتوها ولا شافتكم تلاقيتوا بها اخر مره. وهو هنايا كان خايف بزاف وكان حاسب بلي كانت حاجه ماشي نورمال. هنايا صحاباتها كانوا مخلوعين بزاف وقالوا له مروه جات اليوم تلاقينا بها وزيد خرجنا كيف على 10 وتفاهمنا حنا وياها باش نتلاقاو من بعد نحتفلوا بالامتحانات ديالنا تاع نهار اليوم. وقالوا له بلي قالت لنا بلي حنشري من السوبيرات الفلانيه كاش حاجه نشريها وندخل للدار. هذا واش سمعنا من عندها، هذا هو الكلام الاخر اللي قالته لنا قبل ما نفترقوا. وهاد البلايص اللي رانا نهضروا عليهم واللي نجبدوا فيهم كانوا كامل في منطقه واحده، يعني في الحومه اللي كانت ساكنه فيها. المهم الاب بعد ما زاد سمع هذيك الهضره تاع صحاباتها ما لقى ما يدير وخمم يزيد يسقسي لا فامي منا ومنا. كش ما بانت لهم بقى ساعات وساعات ويحوس من بلاصه لبلاصه من واحد لواحد على امل تكون بنته في كاش بلاصه قريبه ولا عند كاش واحد. وفي الاخر خلاص فقد الامل وراح مباشره للدرك الوطني وقدم بلاغ وقال لهم باللي الاختفاء تاع بنته مروه بوغاشيش ومدلهم كامل التفاصيل. رجال الدرك من بعدها مباشره راحوا تحركوا وراحوا للمؤسسه اللي تقرا فيها وشافوا الكاميرات تاع المراقبه اللي قال لهم عليها وتاكدوا من الهضره تاع المدير والمدرسين باللي فعلا مروه حضرت الصباح وخرجت على 10 تاع الصباح مع صحاباتها. وتاكدوا تاني باللي هي من بعدها تفرقت، هما راحوا من جهه وهي راحت وحدها. وهذا الشيء حب يقول بلي صحاباتها ما عندهم حتى علاقه في هذا الشيء وصح ما على بالهم بحتى حاجه. وهنايا رجال الدارك بداو يحقوا مع والديها وبداو يسقسوا فيهم. الحاجه الوحيده اللي كانوا مركزين عليها انه اذا كان عندهم كاش مشاكل ولا عداوه مع الناس مع الجيران مع لا فامي ولا كاش واحد حب ينتقم منهم ودار لهم هذه الخطه باش يخطف لهم بنتهم ويحرق لهم قلبهم عليها. زادوا قالوا لهم وسقساوهم اذا كان مروه كاش نهار من النهارات هدتهم باش تهرب من الدار ولا بالك كاش واحد خطبها وانتم ما حبيتوش ولا هي عرفت كاش واحد وانتم كنتوا ضد الفكره تاع هذا السيد. المهم داروا تحقيقات على كامل هذه النقط باش يعرفوا راس الخيط. هنايا هما يسقسوا الاسئله وبدات فرضيه تاع البنت ممكن تكون تخطفت بسبب مشاكل عائليه، زعما كاش واحد حب ينتقم كما قلت لكم من والديها ولا دار لهم هكاك باش يضرهم جوست فيها. وهذه هي الفرضيه الكبيره اللي كانت والاحتمال الارجح يعني بالنسبه للمحققين. هذاك علاش كانوا يسقسوا في الاب والام الاسئله هذه. بصح الاب والام جاوبوهم وقالوا لهم باللي احنا ما عندنا حتى عداوه مع حتى واحد، وحتى الناس اللي يعرفوهم من لا فامي ولا الجيران كامل اتفقوا باللي هاد العائله هذه ما عندهم مشكل مع حتى واحد. بصح قالوا لهم على معلومه وحكايه قديمه صاريه في الحي اللي عايشين فيه، ولكن في هذاك الوقت هاد المعلومه واحد ما داها فيها بانت باللي نورمال ماشي مهمه. المهم حنحكيو عليها من بعد. وهنا بعد ما صرا هاد الاختفاء والتحقيق رجعت قضيه رسميه وانتشرت باغتو والناس كامل كانت تهضر عليها داخل الجزائر وخارج الجزائر، وخاصه انتشرت بشكل رهيب في ولايه قسنطينه والناس كامل بداو يحوسوا عليها ويتعاونوا مع بعضهم جوست باش يلقاوها. يعني ما كان حتى واحد ما سمعش بقصه مروه بوغاشيش. وهنا وفي نفس الوقت كان الدرك الوطني مكملين في خدمتهم في التحقيق تاعهم والبحث مع الجيران والاقارب. وكاين بزاف ناس اللي داروا في راسهم باللي البنت ولا مروه بالك تكون هربت وبالاراده تاعها. بداو يقولوا بلي نهار ولا يومين تعاود ترجع لدارهم. وتاني الاختفاء كان في ايامه الاولى، وبطبيعه الحال في الايام الاولى دائما يكون البحث خفيف. يعني الناس اللي كانوا يسقسوهم ويحقوا معاهم كامل كان عندهم نفس الجواب، ما على بالناش خاطينا ما كناش ما شفناش ما على بالناش. وهنا
كانت اول مره مروه تبات الليله الاولانيه برا على الدار. والديها كانوا بزاف مقلقين عليها، بايتين يبكوا الليل كومبلي. المهم الشرطه والسلطات الامنيه تاع ولايه قسنطينه كامل دخلوا في القضيه وداروا اليد في اليد هما والشعب، وبداو يحوسوا عليها في جميع الاماكن، الغابات، المدارس، الطرقات، وجابوا حتى الكلاب البوليسيه المدربه، وكانوا من ابرز الكلاب اللي عندنا هنايا في الجزائر. مدوا لها حوايج تاع مروه وهي بدات تمشي وتشم في البلايص اللي ممكن تكون فيهم مروه. وهنا وبطبيعه الحال الكلاب حبست في شحال من مكان بعد ما شموا الريحه تاع مروه، والكلاب هنايا بداو غير ينبحوا. هاد البلايص اللي كانوا ينبحوا ما حبوش يتحركوا قدامهم كانوا ديور وفيلات، والاغلبيه تاعها كانت مغلوقه، وصحابها ولا موالين هاد الديور ولا فيلات ما كانوش تماك باش يتعاونوا مع لا بوليس ويفتحوا لهم ديورهم ويخلوهم يدخلوا يفتشوهم. والشرطه ولا لا بوليس باش تعرفوا لازم يمشوا وفق القانون، يعني ما يقدروش يصدموا لديور الناس هكذا برك، يسمى لازم لهم اذن من عند وكيل الجمهوريه باش يقدروا يدخلوا ويفتشوا البلايص اللي كانوا ينبحوا عليهم هذوك الكلاب. بيان سور هاد الملكيه هذه نقولها ملكيه خاصه، يعني ما يقدروش يدخلوا يفتشوا هذاك علاش ما حوسوش فيهم. وواحد البلاصه اللي داوهم ليها الكلاب وحوسوا فيها هي واحد السوبيرات كانت صغيره جايه بين دار مروه والسوام اللي تقرا فيه، وكان هذاك هو المكان الوحيد اللي فيه كاميرات المراقبه في الحي اللي تسكن فيه مروه. رجال الامن راحوا عند مول السوبيرات وقالوا له مدلنا التسجيلات تاع كاميرات المراقبه تاع هذاك النهار اللي اختفت فيه مروه. بصح تخيلوا الصدمه، مول الحانوت رفض وقال لهم ما نقدرش نمد لكم، قال لهم اعذروني انا ما نقدرش نمد لكم حتى حاجه من عندي حتى تجيبوا الاذن ولا التصريح من عند وكيل الجمهوريه. وهنا الناس بزاف بداو يقولوا بلي هذا السيد هذا مشكوك في امره، كيفاش رفض باش يعاونهم؟ السور راه مخبي كاش حاجه ولا على بالو كاش حاجه في هذه القضيه. بعدها القضيه كبرت كتر وكتر وما بقاتش محصوره غير على قسنطينه، والبحث توسع وشمل كامل ولايات الوطن. ولانه بعد ما انتشرت القضيه هذه صرح الاب والعديد من الجمعيات الخيريه طوعت في البحث وقالوا باللي اي شخص يقدم لهم اي معلومه ولا خيط يوصل لهم من مروه ولا وين راهم رايحين يمدوا له مبلغ مالي باش الناس تزيد تحمس، ولا كان عنده كاش حاجه يجي يقولها. وهنا ناس بزاف ربي يسمح لهم بداو يكذبوا ويديروا في الحكايات وحتى الافتراءات، وبداو يقولوا باللي فوالا شتاها منا راحت منا وهذه، وكاين حتى اللي استعملها كمحتوى في الكونت ديالو. وهنا تخلطت ورجعت قضيه راي عام وزادت تعقدت وصعابت الحكايه وما بقاتش محصوره غير في السلك الامن. وفي المقابل والخطا اللي صرا هو رجع المجرم ولا الخاطف يتنقل بشكل اسهل واسرع. يعني علاش؟ على خاطرش من بعدها بزاف من السكان الحي كانوا يصدقوا واش كانوا يقولوا الناس في هذاك التيك توك، يعني مأمنين باللي مروه ممكن تكون في كاش ولايه مع كاش واحد وهما راهم يعيوا غير في رواحهم ويحوسوا عليها. وكاين حتى اللي خرج حكايه باللي الاب راه شيعي وكافر وهو اللي راه خاطف بنته وكمل عليها وراه يلعب دور الضحيه. وكاين الناس اللي قالوا باللي قدمها قربان للجن والشيطان. وكاين حتى اللي قال عليه باللي هو اللي خطف بنته بسبب مشاكل بينه وبين مرته، وكان حاب يطلق مرته وكان خايف باللي هي اللي تدي بنته عليه، يعني خطفها قبل ما يطلق. وهاد الشائعات كامل اللي خرجت خاصة في التيك توك هاد الأب ما خرج وما دافع على بنته ولا هضر على روحه، والأب بطريقة ذكية قاعد ساكت ويستنى غير في القانون ياخذ مجراه. بصح الشيء اللي زاد على حده هو أنه بداو يحرفوا في القضية، في عوض ما يكملوا يحوسوا على الطفلة بداو يأمنوا في الحكايات اللي كانوا يهضروهم في التيك توك. وهنا كان لازم على الأب باش يخرج ويهضر ويرد على هاد الإشاعات والإدعاءات اللي خرجت على بنته، وقال لهم يا ناس اتقوا الله، واش راكم تقولوا في البنت هي بزاف صغيره في عمرها 13 سنه، وقال لهم اسكو تجيكم نورمال باللي طفله في عمرها 13 سنه دير حاجه كيما هذه اللي راهم يقولوا فيها تهرب مع صاحبها ومع عشيقها وحاجه كيما هذه. هاد البنت هذه مازالها صغيره على هاد الحكايات. وقال لهم بلي لو كانت غير 18 ولا 19 سنه وطلع هاد الهضرات شكوا فيها قولوا فيها اللي حبيتوا، بصح انا بنتي راهي قدامكم وشتوها في التصاور وهي راهي مازالها صغيره وعقلها مازال فيه البراءه. خليكم منطقيين وما تخلوش كلام الناس
يتقال ويأثر فيكم. البيوت تاعنا هي انه نلقاوها. وقال لهم الكلام كامل اللي سمعتوه عليا ما كاش منه، وانا راني مسلم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، نامن بربي وبالنبي، وانا ومرتي رانا لاباس علينا، ما عندنا حتى مشاكل وما راناش سورتو ناويين نطلقوا. وقال لهم الطلاق ما هضرناش فيه هي لو كان نهار واحد. المهم فاتت الحادثه وبقات الناس تستنى غير في الشيء اللي رايح يصرى الايام الجايه. المهم الامن هنايا داروا اجراءات صارمه وعمليات بحث مكثفه في الاحياء وفي المدينه المجاوره، يعني كامل البلاصه اللي كانت عايشه فيها مروه، بصح ما توصلوا حتى حاجه. وهذا الامر هذا غريب بزاف، ولا خيط صغير يلو كان صغير بزاف ما لقاوه في القضيه هذه. وبقى الاختطاف هذا اللغز اللي حير كامل الناس. والدين مروه كانت حالتهم كارثيه وكانت تزيد اكثر واكثر، كل يوم يزيدوا يسوفريو من النهار اللي كان قبل. تخيلوا فات شهر وشويه نهارات ومروه مازال ما بانتش. وهنا بدات الحكايه تطفى وبدات تنسى بين الناس، حتى جا نهار 24 جوان 2025. في هذاك اليوم وبالتحديد الدرك الوطني جاهم اتصال جواه 11 تاع الصباح من عند واحد الشخص مجهول، وقال لهم باللي كان هو والكلب تاعو يدور ويضرب فيه في واحد الجبل. هذا الجبل هذا واسمه جبل الوحش، وهي واحد البلاصه ما كانتش بعيده بزاف على وين كانت تسكن مروه، يعني كانت بعيده واحد 8 ولا 10 كيلومتر هذا مكان على دارها. المهم في الاتصال قال لهم باللي الكلب ديالو جاب له واحد البقايا بشريه، وقال لهم باللي بانوا لي بلي تا واحد طفل صغير، وزيد على هذاك الكلب اللي كان معاه بقى غير ينبح في واحد البلاصه. الدرك الوطني غير سمعوا بهذا الخبر بلغوا كامل الجهات الامنيه وتوجهوا للمكان اللي قال لهم عليه هذاك السيد. وصلوا داروا الاجراءات الامنيه ديالهم وتم وين كانت الصدمه، على خاطرش لقاو صاشيه كحله كبيره قديمه كانت مقطعه وفوقها مرميه شكال تاع السيمه فارغين، وزيد معاهم الكرافيي ومرميين ومفرشين فوق السيمه. والبلاصه هذيك ما كانش اللي يسكن تما وما كانش اللي بنا فيها، يعني هاد الحاجه واش العفايس اللي لقاهم بزاف بيزار، وهذا الشيء هذا صرا بفعل فاعل. المهم داروا الاجراءات الامنيه ديالهم وجبدوا واش كان كاين تحت هذاك الشيء اللي قلت لكم عليه، ولقاو فيه البقايا اللي قلت لكم عليهم مقبل، ولقاو فوقهم حوايج ويبانوا بلي حوايج تاع بنات صغار، على خاطر هذاك اللون تاعهم كان لون غوز وفيهم رسومات، بصح كانوا مقطعين شويه واغلبيتهم شكوا باللي تقدر تكون مروه. المهم هنا الخبر انتشر في السوشيال ميديا بسرعه البرق، وكان كاين بزاف اللي ربطوها بالاختفاء تاع مروه. بصح الاب تاع مروه كان رافض في راسه هذه الفكره وباللي هذاك الانسان اللي لقاوه هي مروه. المهم عيطوا له رجال الامن باش يتعرف على الجثه، خاصه على الحوايج اللي لقاوهم تماك. الاب نفى تماما باللي هذيك تكون بنته، شكلها طولها تفاصيلها اللي كانت باقيه منها هذيك الضحيه كانت بدله بزاف ومستحيل تكون ولا تخليه يشكي لو كان 1% باللي هذيك كانت مروه بنته. والصراحه انا نعذرو بزاف خاطر في هذاك المومو هذاك وهذاك الوقت والشوك بيان سور الواحد ما يكونش شاد عقله، والاب كان عنده امل كبير باللي تكون بنته حيه. هنا رجال الامن كي شافوه رافض قالوا له خلاص معليش باش نغلقوا الموضوع هذا خلينا نديروا التحاليل تاعنا تاع الديان وهنا يكشف لنا الحقيقه الا كانت هي ولا لا. وفعلا وبعد ما داروا التحاليل تاع الديان باش يشوفوا اذا صح هذه بنته ولا لا، خرجوا النتائج بعد 3 ايام، وكانت الصدمه لكامل الجزائريين اللي كانوا يتبعوا في هذه القضيه. وكانت كما توقعتوا كانت هذيك مروه بوغاشيش اللي عندها اكثر من شهر ونص وهي مختفيه في ظروف غامضه. السلطات الامنيه اللي كانت مسؤوله على هذه القضيه في الوقت هذا ولا عليهم ضغط كبير. راكم تعرفوا كي تكون قضيه راي عام كامل الناس يكونوا حابين يعرفوا علاش وكيفاش ووقتاش وشكون سورتو اللي دار فيها هذا الشيء. المهم هنايا تم البحث وبداو يمشطوا في هذيك المنطقه. هنا ما لقاو حتى دليل على هذاك المجرم، خاطرش المجرم كان عارف كامل وين راهم يتحركوا ويستغل في الهضره والاشاعات اللي كانوا يقولوا فيها الناس. ما عليناش رجال الدرك هنايا بداو في عمليه التحقيق في هذه القضيه اللي تحولت من عمليه اختطاف الى جريمه. بصح في هذه المره هذه البحث والتحقيق كان في سريه تامه. الطب الشرعي اللي دار تشريح للجثه تاع مروه ربي يرحمها اكد في الخبره باللي مروه قبل ما تموت تعرضت للاعتداء اللي راكم على بالكم به، والشيء اللي كانت تعرض له في هذاك الوقت هذاك راه بزاف صعيب. الطبيب الشرعي اكد باللي مول الامانه دا امانته مول
الاختفاء ب 15 يوم. دوك نرجعوا للمصالح الامنيه اللي كانوا يخدموا في خدمتهم في سريه تامه كما قلت لكم. هاد المره الناس خصوصا سكان الحي والمنطقه كامل كانوا مصدومين، وهنا كانوا شاكين في واحد لكن ما قدروش يقولوا له بلي هذاك شاكين فيه كامل. كانت مره على مره تخرج هضره من عند اصحاب حسابات شخصيه في الفيسبوك ماشي صفحات، يقولوا فيها واش راه صاري. على حساب بعض الاقوال كاين البعض من سكان تاع الحي اللي تسكن فيه مروه شافوا الدارك منين جاو في واحد الليله لواحد العائله يسكنوا قدام دار مروه، وهاد الناس هادو كانوا جيرانهم بعد عليهم بشويه برك، وعندهم واحد الفيلا هكذاك. لقاو القبض على جميع الافراد اللي عايشين فيها واللي كانوا يتكونوا من الاخ الكبير واخوهم. المهم بعد ما حقوا مع افراد هذيك العائله نكروا كل الاتهامات المتوجهه لهم، لا من قضيه مروه ولا من قضيه بنت واحده اخرى. وكان واحد من الاخوه حاول يخطفها بصح هربت وكشفاته، ومن بعدها وبعد الضغط اللي مارسوه عليهم القنوات الامنيه بداو شويه بشويه يعترفوا بالتفاصيل تاع الجريمه واللي كانت صادمه. المشكله ولا الكارثه الكبيره اللي خلات الدرك الوطني يضغطوا عليهم بقوه اثناء التحقيق هي معلومه قديمه اللي صرح بها والد مروه اول ما اختفت بنته، اللي قلت لكم عليها من قبل شفيته، وقلت لكم بلي هذه النقطه هذه واحد مدها فيها. الاب التم قال وذكر هذه العائله وعلى الشيء الكارثي والغير اخلاقي اللي راهم يديروا فيه في الحي تاعهم. والد مروه قال لهم بلي العائله هذه تكون من 3 رجال ولا زوج الله اعلم، وتاني زوج نساء ويماهم، وهما معروفين والناس كامل سامعين بهم بلي عندهم واحد دارهم كانت بزاف كبيره وتكون من بزاف لي زابارتمون ولا الشقق، وكانوا يستعملوا فيها العفسه هذيك العيانه راكم على بالكم بها. المهم كامل سكان الحي ما كانوش يحبوهم وكانوا يقولوا بلي ما يحملوش هاد العائله، ولحقوا سكان الحي انهم وكلوا محاميه اللي كانت من حومتهم ودخلت واحده من الخاوه للحبس، الله اعلم التهمه واش كانت هي. المهم العائله هذيك ما تقبلوش واش دارت جارتهم المحاميه وحبوا ينتقموا منها ويخطفوا لها بنتها. المهم الاخ باش يخطف بنت المحاميه غلط وطاح في مروه بنت العائله الخاطيه، يعني باش يخطف بنت المحاميه خطف مروه في بلاصتها. وهذا الشيء اللي يقولوا فيه حسب بعض المصادر اللي تقول انها من الاعترافات المشتبه فيه اللي حكموه بعد ما حقوا معاه الامن ومع العائله تاعو، وقالوا بلي حنايا كنا حابين نخطفوا بنت المحاميه اللي دخلت خونا للحبس وما كناش كامل حابين نخطفوا هذه مروه. المهم كاين اقوال تاني تقول بلي اخت المتهم اللي دار الجريمه وما كناش حابين اصلا نكملوا معاها، كنا حابين برك نخوفوا يماها باش تتنازل على القضيه تاع خونا ومن بعد نرجعوا لها بنتها وهي تخرج لنا خوها. هي اللي استدرجت مروه بعد ما شافتها خرجت من السوام وراحت للحانوت باش تشري، وهنا هي دخلت موراها وقنعتها باش تروح معاها على اساس باش تديها توري لها واحد الحاجه كانت حتعجب مروه، يعني بلعطتها ودتها معاها. وللاسف الطريق كانت فارغه ما شافهم حتى واحد، وبالك شافها من الحانوت وعنده كاميرا كي دخلت اخت المتهم للحانوت وخرجت معاها. وهنا نعاودوا نرجعوا لمول الحانوت اللي ما حبش يمد الكاميرات، نظن انه خاف باللي كي مد الكاميرات يحقدوا عليه يهدوه هو ولا خاوتها، ورفض باش يعطي لهم يشوفوا الكاميرات. المهم دخلتها لواحد الشقه واحد لابارتمون من هذوك الشقق اللي عندهم، وجا خوها الشيطان دخلها لواحد الشومبره غلق عليها وبدا يدير العمايل ديالو اللي كنت قلت لكم عليهم. وهذا الشيء هذا دام مده 16 يوم تخيلوا. وكما سبق وقلت لكم باللي الكلاب المدربه وقفت عند واحد الفيلا تنبح وماليها ما كانوش تما. الصدمه انه مروه كانت تما تخيلوا. والمشكله تاني انه مروه في هذوك لي زابارتمون ولا في هذوك الشقق اللي كانت فيهم كانت ماشي بعيده على مواليها، يعني كل يوم كانت قدامهم وهما ماشي قادرين يوصلوا لها. المهم مروه بقات فيها مده 16 يوم وكانت مربوطه. المهم صار فيها كامل انواع اللي على بالكم بهم حتى وصل العيد الكبير تما وين العائله هذه قرروا باش يتخلصوا منها، وقالوا لازم اللي كيديوها باسكو الجزائر كامل راهي تحوس عليها ولو كان نقارديوها رانا رايحين نتفضحوا. وزادوا حبوا يكملوا عليها باسكو شافتهم وعقلت عليهم لو كان يطلقوها راح تفضحهم، وهك ولا هك داخلين الحبس بكامل فيهم. وحتى ولا شكوا فينا ولا شافونا نقول لهم باللي رانا رافدين غير هضوره ولا كاش حاجه، باسكو راكم تعرفوا بحكم العيديتو حبوا يعني يديروها حجه وحويجه. وهنا يقولوا بلي المجرم راح قطع الاطراف
المهم مانيش حابه ندخل لكم في لي ديتاي كامل تلقاهم في الانترنت. هنايا كاين ناس قالوا علاش زعما قطع هكا، كاين بزاف اللي قالوا حب هو ينهل الناس، زعما سحر وشعوذه. هذه هي الحاجه اللي خلاوهم زعما يخطفوها ويكملوا معاها. المهم كما قلت لكم دارها في ساشي كحله، ركبوها في طوموبيل وراحوا بها ديريكت لهذيك الغابه اللي وسطها جبل الوحش، رماها تما ورمى فوقها السيما والبيطون والحجر غير هكاك باش ما تجيش الحيوانات وتشم الريحه تاعها، وراحوا. كاين اللي ما صرا والو. بعض المصادر تقول انه رجال الدرك اثناء التحقيق مع هاد العائله وبعد ما اعترف المشتبه فيه قالوا له باللي مادام مروه ما كانتش مستهدفه علاش ما طلقتوهاش وخليتوها تروح لدارهم. قالوا لهم باللي بالنسبه لينا كان من المستحيل، خاطرش البنت كانت تعرف وكانت كبيره وشافتنا وعقلت علينا مليح، ما لا اذا خليناها تروح راح تقول لوالديها وديرنا في مشكل كبير. قالوا باللي هنايا الحل الوحيد اللي لقيناه باللي نكملوا عليها، وهنا واحد ما يكشف لنا امرنا، وحنا اصلا عائله مسوديه، يعني واحد ما حيبيع واحد. الدرك الوطني هنايا بعد كل هاد التصريحات والمعلومات اللي جمعوها زادوا اكتشفوا انه حتى هذاك مول السوبيرات اللي دخلت عنده مروه نهار الحادثه كان متورط مع هذيك العائله الخطيره اللي دايره هذيك العفسه في الحومه، وباللي تاني استغل الفرصه كيرفض يمد لهم مقاطع بدون تصريح، ومسح جميع المقاطع المسجله في اليوم اللي اختفت فيه مروه واللي جات هي وخت هذاك المجرم عنده السوبيرات. تخيلوا. وكاين روايات اخرى تقول بلي هاد الحكايه ما كاش منها وانه داوها على امور السحر. هذه المعلومات اللي نمد لكم فيها نعاود ونأكد باللي معلومات اللي خرجت بعض المصادر، درك الله اعلم اذا فعلا هذا واش صرا ولا كاين فيرسون واحده اخرى، لانه لم يتم اعلان رسميا من اي جهه رسميه قضائيه او امنيه على الوقائع الحقيقيه للقضيه، وتم تقديم فقط بيان صغير رسمي جاء فيه انه بيوم 2 جويلية 2025 وكمرحله اولى تم تقديم مشتبه فيه امام وكيل الجمهوريه، وتمت متابعته بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي عن جنايتي اختطاف طفل عن طريق استدراج المترتب عليه وفاة الضحية والاغتيال. ومن بعدها والد الضحية الشهود والمتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهم حبس المؤقت، والمحاكمة ما زال لم تحدد بعد، وهي الوحيدة اللي راح تكشف لنا الحقيقة تاع تفاصيل الجريمة. هل فعلا الحكاية انه غلطوا في مروة ودوها في بلاصة بنت المحامية وكملوا عليها بالخطأ، ولا مول الحانوت هو فعلا المتهم واخطفها وكمل عليها وحده لأسباب الله أعلم. المهم تبقى كامل فرضيات قائمة حتى نعرفوا الحقيقة الكاملة في المحكمة. وفي النهاية نقول ربي يرحم مروة، البراءة، ربي يصبر والديها، ربي يرحمها برحمته الواسعة. والناس اللي تدير إشاعات والافتراء وتوسخوا سمعة وشرف الناس وين راكم رايحين تروحوا بها من عند ربي سبحانه. أكيد الجديد اللي حيكون في قضية مروة راني حنجي ونقوله لكم في فيديو جديدة، ولا نخليكم متابعة القضية في أول تعليق إذا كان بان جديد فيها. ربي يرحمها ويوسع عليها، بالكوا على أولادكم وصوهم من الناس الغراب. الدنيا هذه مولاش ترحم، ما ديروا لامان في حتى واحد. هذه كانت القضية تاع نهار اليوم، وهذه كانت تحت طلبكم. نتلاقاو إن شاء الله في قضية جديدة. سلام.